لما سرطان الثدي يعيش على الهرمونات، العلاج الهرموني بيقفل عليه الحنفية. بس إزاي؟ ما تيجوا نشوف. في الخمسينات بدأوا يلاحظوا إن في بعض الأورام بتتأثر بالهرمونات، وهنا لازم يظهر معانا بطلتنا النهاردة، المحاربة الهرمونية، مراسلتنا اللي بتدافع عن الجسم بالعلاج الهرموني وضد أي سرطان تاني مهما كان شكله أو لونه. أهلا بيك يا محاربة، جاهزة للحرب مع سرطان الثدي؟ أهلا بيكم. أنا جاهزة للحرب ضد أي سرطان جوه الجسم أو براه. إحنا بنقدر جدا جهدك يا محاربة. ممكن تكلمينا شوية عن العلاج الهرموني لسرطان الثدي؟ بعض أنواع سرطان الثدي بتتأثر بالهرمونات زي الإستروجين والبروجسترون. دي هرمونات طبيعية موجودة في الجسم زي ما قلنا قبل كده، بس السرطان متعود يستغل الجسم عشان ياخد غرضه ويعيش على حساب السكان الأصليين. الخلايا السرطانية بيكون عندها مستقبلات زي إقفال صغيرة بيمسك فيها الهرمون، وده يخلي الورم ينمو. طبعا احنا عارفين ان ده ينطبق على السرطان جوه الجسم وبره الجسم. بالظبط كده، انت فهمني طبعا. عشان كده لازم علاج يوقف السرطان عند حده. العلاج الهرموني بيشتغل عن طريق انه يمنع الهرمونات دي من انها تمسك بالمستقبلات، وبالتالي يوقف نمو الخلايا. معظم الأدوية إما بتقلل مستوى الأستروجين في الجسم أو بتمنع الأستروجين إنه يساعد الخلايا السرطانية تكبر. الميزة إنه يوصل لأي مكان في الجسم فيه خلايا من النوع ده، مش بس في الثدي، يعني حتى لو السرطان انتشر في أماكن تانية. لكن مهم نعرف إن العلاج ده ما ينفعش لكل الحالات، هو مفيد بس لو الورم عنده مستقبلات هرمونية. بس الخبر الكويس إن تقريباً 2 من كل 3 سرطانات ثدي بيكونوا من النوع ده. بالظبط، ومن ساعتها بقينا نفهم ان سرطان الثدي مش مرض واحد، ده انواع مختلفة حسب المستقبلات. العلاج الهرموني ممكن يتاخد بعد الجراحة عشان يقلل فرصة رجوع السرطان كعلاج مساعد، أو قبل الجراحة عشان يجهز الورم كعلاج تمهيدي. يعني بقينا ندي علاج في شكل أقراص يوقف نمو الورم. مش بس كده، ده كمان ممكن يستخدم في الوقاية. الستات اللي عندهم احتمال خطورة عالية للإصابة بسرطان الثدي ممكن يستخدموا دواء اسمه تاموكسيفين عشان يقلل احتمالية إن السرطان يظهر من الأساس. يعني ما تستناش العدوى يجي لغاية عندك، اقطع رجله من البداية. وده برضو ينطبق على أي سرطان نشك فيه. شكرا للمحاربة الهرمونية على المعلومات القيمة، دايما بتدينا الأمل. لسه مكملين مع سرطان الثدي من طقطق لسلام عليكم. تابعونا عشان تعرفوا أكتر عن المرض ده في شهر أكتوبر الوردي.